ارحمني بقى، انا جدتي ورمت من المسلسلات الوحشه اللي بتفرج عليها. ازيكم يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين وداخلين على العيد والعشر الاواخر، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال جميعا يا رب. كوبرا هو مسلسل محمد امام الجديد. قصه المسلسل بتتكلم عن علي او كوبرا اللي لسه خارج من السجن، بيتورط مع زعيم العصابه بتاعه السابق، يعني اللي هو بيقوم بدوره اسمه المعلم شيخون. مجدي كامل. بيتورط معاه في ماتش اعتزال كالعاده، يعني اي حد بيخرج من السجن بيورطه في ماتش اعتزال اخير. فندخل بقى في سلسله من الحوارات والمتاهات والمطاردات اللي ملهاش اي لازمه. بطولة محمد إمام وكزبرة مجدي كامل، معانا وأحمد عبد الحميد، وإخراج أحمد شفيق. انا بتفرجش على كوبرا، جون هو اللي بيتفرج على كوبرا، بس انت من القصه انت قلتها دي قصه جديده جدا. جدا جدا، وبعدين متطعمة بقى بشوية حاجات كده. انت انطباعك بقى عن المسلسل ايجابي ام سلبي؟ سلبي جدا. سلبي جدا، واو ليه؟ التكرار. احنا عندنا يعني حتى الآن 6 7 حلقات المسلسل قايم على حاجة واحدة. عندنا شيخون اللي هو مجدي كامل، وأخوه اللي هو أحمد عبد الحميد. المسلسل قايم إن أحمد عبد الحميد كل مرة 6 7 8 9 10 مرات بيكسر كلام مجدي كامل، فده بيدخله في ورطة، فمجدي كامل بيتوسط له عشان يحل له الورطة. وفي المقابل الناحية التانية كوبرا هربان، هربان بقى من البوليس وهربان من شيخون، ومتورط مع رجل أعمال، وبيروح بلد شكله يبقى فيها شيخ وزار ومش عارف ايه، ودخل في قصة حب فجأة مع منة فضالي من اللقاء الأول، وفي جن وعفاريت في الحوار. مفيش ترابط طبعا، زائد ان بجد بجد الدنيا مكررة بشكل ممل جدا جدا. احنا كل مرة احمد عبد الحميد يغلط فمجدي كامل اللي يشده. يعني احنا بنتكلم ان القصه مكرره وما فيهاش جديد وبنمشي في لوب ما بنطلعش منها، بس مش كان ممكن جدا. نتغاضى عن ده لو في كوميديا؟ اتفرجت على التتر طبعا عشان بهاء سلطان، يعني بهاء سلطان هو اللي يغني التتر. انا ضحكت في التتر، مقسمين التتر بالمناطق، من الشرقيه مثلا ظهر الممثلين كذا، من القاهره كذا، جم من نجوم لبنان. فانا قلت بقى هنلاقي رزان جمال بقى ولا هيفاء وهبي ولا إيه؟ فاول اسم كان قصقص بالباروكه اللي هو عاملها وصبغه شعره دي، ضحكتني. كوميديا اول حلقه والله، يعني اول حلقه كزبره طبعا زي عالدغري العسل. انا يعني اللي تعبان. هو على الدغري انا تعبان. بس هو كل مره بيضحك الصراحه. يعني اول حلقه كان في خناقه كده بين ستات لغط في الشارع، ومحمد امام داخل بيسلك فاتضرب. كانت بتضحك الصراحه. غير كده لا، ما يعني الكوميديا ما تشفعش قوي الصراحه. الحدوته مش مسليه الصراحه. اه يعني انا يعني مش فاهم احنا اخر. ليه حتى الان 7 حلقات في ولا حاجه. يعني كان ممكن نقصهم في حلقتين، والله والله حلقتين. طب تمثيل ايه دنيته؟ محمد امام المستوى بتاعه كويس، مش فصيل ومش مميز، كويس. كزبرة طبيعي. مجدي كامل عامل دور معلم فيلن بيزعق بيبرق حنجرته بسم الله ما شاء الله، بيشرب شيشة. احمد عبد الحميد محطوط في قالب وهو طالع جزار، ملامح وطريقة كلام وشكل هو انكاست جدا، يعني متصدق، لكن ما فيش تميز. يعني مثلا علاء مرسي كان في الفيلم الاخراني ابو نسب، انا كنت حبه. هنا لا، انا كملت نعمة الافوكاتو، اكيد هكمل اي مسلسل في الدنيا بعد اللي حصل ده. عايز اقول ان هو قصة مكررة. انا شايف ان هو مسلسل ما كانش ليه داعي. لو كان محمد امام طالع من نجاح كبير في ابو نسب، وداخل فيلم مع شريف عرفة اوريدي بيتصور، فما كانش لها لازمة ان انت في النص كده اعمل فلوبايه. يعني مسلسل ملوش داعي فعلا يعني. بدون سابق انذار. بيتكلم عن زوجين حياتهم الزوجية مضطربة للغاية، لغاية ما بيكتشفوا في يوم إن ابنهم الوحيد مصاب بمرض خطير، لغاية ما بنكتشف إن هو في مشكلة نسب. وبيبتدي قصة مم. المسلسل في هل الولد ده فعلا ابنهم ولا لا. اللي أنا قلته ده دي قصة أول حلقة فقط، ومش عايز أحرق أكتر من كده، لأن إحنا كل ما مم. بنخلص كل حلقة في حدث جلل بيحصل. وأول 5 حلقات كان في كمية أحداث بتحصل كتير جدا جدا جدا، لدرجة إن إحنا عندنا مم. علاقة زوجين مضطربين، لكن بنخش في دراما الزوجين دول في حياتهم الشخصية وفي ماضيهم، مش بس ماضيهم ده، في ماضيهم وفي ماضي عائلتهم. المسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد مم. وأحمد خالد صالح وجهاد حسام الدين ونهال عنبر. لغاية دلوقتي عمار صبري وسمر طاهر هم اللي كتبوا الأول 7 حلقات، أنا شفت منه 7 حلقات لغاية دلوقتي. وإخراج هاني خليفة فيلم سوري، رحلة 404. وطبعا الأخرج سهر الليالي مم. وسكر مر، مخرج مشهور. المسلسل هو طبعا بالتأكيد هو المسلسل الأفضل في الجزء الثاني في رمضان، وأكتر وقت بيعدي عليا بسرعة. آسر ياسين الممثل الأفضل حتى الآن في رمضان، هو امال ده انا قرفتي ليه في المسلسلات كده؟ اه محدش بيبعت لي ليه المسلسلات الحلوه دي؟ آسر ياسين عامل دور جميل جدا، عامل دور رائع، تمثيل في المسلسل مم. حلو. يا احمد خالد مم. صالح كان مزعلني فتره وبيصالح لي فتره اخيره، ان احمد خالد صالح كان طالعه صاروخيه، دخل قعد 2 سنين ونص كده في لوب ما يعلم به الا ربنا.
كان هو ملا شويه وبقى هما بيحط وربى شنب، هو مم. كله بيحطه في دور الفيلن البارد. مسلسل بقى رانيا وسكينه بتاع مي مم. عمر وروبي اللي محدش شافه غير مي عمر وروبي، فيلم عمهم، على حبه بقى حاجات كده، ايه المسلسلات اللي هي بتاعت CBC ودي ام سي بتاعت الساعه 7 و8 دي يطلع بقى شرير خالص. مم. فانا كنت قاعد بسال انت ايه، انت شاطر احمد خالد صالح، ممثل شاطر، ايه اللي دخلك مم. اللوب دي؟ مم. يعني عايز حد ينتشله، يعني حد طلعه. الفتره الاخيره عمل اكتر من عمل، باين احمد خالد صالح راجع تاني. كان تحت الوصاية تقريبا بداية تحت الوصايه بدايه بقى الرجوع. الانتشال ده، هو بقى له اه. سنه، وفي هنا بقى طالع الدور طالع دور الاخ المتهور، مم. بس مش مم. الستيريوتايب بتاع الافلام، طول مم. هادي اللي هو ممكن تلاقيه في اي بيت اي واحد فينا، ما يبانش ان هو انا اسف. متهور، بس هو بيعمل اشياء، يخش في بيزنس من غير ما يذاكره، يتجوز بدري عشان هو عايز يتجوز، فاهم؟ كما قال الدحيح اهوج. اهوج. لكن برضو بقى نيجي لدور اخر، انت هتبقى عارفها لان انت شفتها في مسار اجباري، اسمها جهاد حسام الدين، هي بقى طالعه هنا برضه استغلاليه، في شيفت بيحصل بيبين لنا احنا قدام ميلاد ممثله مش سهله، هي مم. من طبقه اجتماعيه مش اعلى حاجه، راحت لطبقه اجتماعيه عاليه جدا، مش عاليه جدا اغنياء، بس طبقه عاليه مقتدره، فهي على طول مبين لنا شكل، عارف انت الحجاب الجديد بتاع الامهات هو في نوع كده حجاب انت بتشوفه في التجمع دايما في زايد، اللي هو حلو اوكي نايس اه، مأذون شر. فهي واخده بقى الاتيتيود، مم. بتتكلم بالانجلش والولاد والنانيز ومش عارف ايه، قلبت قلبه بنت اللذينه يخرب بيتي، ده انت ربط، عجبتني اه، النقله، عجبتني اوكي. انت تخطيت حد في التمثيل؟ في حد مزعلك في التمثيل ولا ايه؟ اه ما قلت لك في حد انا تخطيته، ماشي، الله يسامحك يا عم. الاقل في المسلسل كله. براحته. مش هزود اكتر من كده عادي. بس. ماشي، ممكن تكون مش موفقة، مش اه هحاول ان نلتمس انا مش العذر. موفق، هحاول ان انا مش موفق، لانها كانت في لعبه نيوتن كانت كويسه، الكتابه حلوه، وده عكس انا ما بحبش ورش الكتابه، بحب ان واحد بس اللي بيكتب، بس لا تحس ان في فلو بس وتحس. في مخرجين معينين بيعرفوا يطلعوا منها حاجة، يعني تامر محسن بيعرف يطلع منها حاجة حلوة. الحلقه الست ممكن تتشال ملهاش لازمه، ودي حاجه غريبه في حلقه في مم. المسلسل 15 حلقه. الاخراج بتاع هاني خليفه مميز جدا في اخذ الشطات حلوه، لكن بقى في حته ترانزيشنز مش عاجباني بسرعه عاليه ودرونز. مع ان انا بحس هاني خليفة مش من مدرسة التكوين اه ولا الهوا وحركة ده الممثل ولا وكده. حركه الراس والجو يعني ده، لا هو لا عنده هو. كاميرا بتصور الحدث اللي بيحصل. بس عاجبني التلوين، اما بنبقى في الاسماعيليه، انا عارف ان احنا في الاسماعيليه بسبب اللي هو عامل كالر باليت للاسماعيليه، منجاوي. مستر مقصود عيب يا باشا. اما بنبقى في شقه عائشه بن احمد واسر ياسين في كالر مم. باليت معين، اما بنبقى في شقه مم. امه في كالر باليت معين، اما بنبقى شقه احمد خالد صالح كالر باليت مم. معين، اما بنبقى في دبي اللي هي المشاهد القديمه بنغير مم. الفريم شويه عشان نرجع ان احنا بقينا زمان 2014 ولا 2016، مم. فعجبني ان في لون لكل منطقه، في مم. فريم لكل فتره زمن معينه. الموسيقى خدت كمار بسيطه سهله تو ذا بوينت جميله، في موسيقى معموله لكل شخصيه، موسيقى لحدث ما بيحصل، الوحيد موسيقى اللي بيعمل تصويريه. حتة في مصر، يعني اللي بيعمل حتة ان كل شخصية بقى ليها تيمة كده، هشام نزيه. لا دلوقتي في ساري هاني عملها في صلة رحم، هشام نزيه بدأها. ده انطباعي الاول عن سابق انذار، مسلسل جميل، مسلسل الى حد ما هو مش مسلسل رمضاني برضه، خلينا مم. متفقين، الريتم مش رتم رمضاني، الريتم الى حد ما في احداث كتير بس الريتم هادي، ممكن مم. يكون الى حد ما مش مبهج، مش في حته حزن، في لمسه حزن طول حتى الموسيقى التصويريه اللي بيتخيل كمان موسيقى حزينه، برشح الناس تديله فرصه. ده اللي كان عندنا، ما اظنش هنتكلم عن حاجه تانية غير الحشاشين بقى في اخر رمضان. ارحمني بقى، انا جدتي ورمت من المسلسلات الوحشة اللي بتفرج عليها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله تبقوا مبسوطين طول الوقت، والدنيا تبقى حلوه وجميله عليكم ان شاء الله. باي باي.